عندنا كله هيسمع مننا، احلى اغاني مهرجانات كله هيسمع افيهات. راجو راجو عامر، راجو راجو عامر، كله هيسمع جديد في برامج هنعيد ونزيد، جايين بالحصريات هنعيش احلى الاوقات. راجو راجو عامر، راجو راجو عامر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وآله الطيبين الطاهرين. أيها الأحبة الكرام، لكم منا تحية زفها الإسلام وجعل عنوانها السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سمرة عبد الوهاب، برنامج البيت السعيد، راديو عامر. عندما تنسج الشمس الحب من خيوطها الذهبية ظمأ الصحراء، عندما تعزف الساقية بأناتها الحانية ألحان اللقاء، عندما تفيض المشاعر الدافئة بمعاني الصفاء، عندما تحلق الكلمة الصادقة ويسمو اللحن العذب وتحن الأسماع إلى شدو حادي الوفاء. الآن نحلق بكم في أجواء البيت السعيد. هنتكلم معاكم عن لمة العيلة والأحباب اللي ظروف الحياة فرقتهم، اللي نسينا فيها الدفى ونسينا حنان الأم وحديث الأب. هنحكي مع بعض عن حاجات تهم الأسرة من الصغير للكبير. بتواجهنا مشاكل كتير بنعجز عن حلها، لكن مع بعض هنقرب طبعا وجهات النظر اللي الحياة فقدتها فينا. نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم. صغار وكبار وما بينا كان أسرار، خدنا الطريق على فين ومشينا كان مشوار. الماضي في عينيا وبعيش وانا بينكم أحلامي طفولية وبشوفها بعيونكم. حلوة الدموع يا صحاب وأنا لسه وسطيكم، ومفيش لا سور ولا باب ولا رعشة في إيديكم. نفسي في إيدين دافية ولا في عيون صافية، أنا ليه بقابل ناس تضحك لي بالعافية. ورجعنا لكم بعد الفاصل. لكم مني أجمل الزهور وأعطر الورود لنحلق في أجواء البيت السعيد. وهنبدأ من الأول بالبذرة الأولى، وهي الزوجة، أساس البيت. البنية الأولى طبعا هقول إن البذرة الصالحة بينبت منها شجرة مثمرة بتضلل علينا بالدفى والحب. أصل لما تلاقي طبعا عيلة بينهم قرب شديد وإحساس باللمة، هنا نعرف إن الأم هي السبب الرئيسي، هي اللي قدرت تلم وتعشش. علشان كده حبيت أقول إن الفتاة لو أعدت نفسها لتكون زوجة، استقامت على أمر الله وحفظت كتاب الله وتفهمت دين ربنا طبعا، وهيأتي نفسك لتكوني زوجة أو أم، فإن الله سبحانه وتعالى بفضله هيكرمك بالزوج المؤمن الصالح، ويجعل منك ومنه بيتا إسلاميا وبيتا سعيدا. عشان كده لازم يكون لك تأثير على زوجك علشان تعيشي حياة سعيدة. ازاي تقدري توصلي لأسرار الراجل؟ وأهم حاجة إنك تكوني ملمة بصفاته علشان تقدري تفهميه صح، لأنك إن فهمتيه غلط دايما هتشوفيه بيهملك ومش مهتم بيكي ومهتم بنفسه وبذاته بس. وطبعا دي حقيقة عند كتير قوي مننا. مع أول خيط لازم تقدري تحطي إيدك عليه هو إن الراجل بيحب يشعر بالسعادة. وبمناسبة السعادة بقى، في مقولة عجبتني وكان لها تأثير في موضوعنا النهاردة، وهي نسيج العنكبوت المتكامل يأسر أسدا. ومن هنا أنا أحب أقولك يا عزيزتي إنك لازم تكوني ذكية وتمسكي خيوطك حول الرجل بكل حب وحنان، لأن السعادة والحب مش ممكن تكون من طرف واحد، لازم نحققها بالمشاركة. وطبعا لو اديتي السعادة لجوزك هتأثريه وراء قضبان الحب بكل قوة. يعني أقدر أقولك خيوط العنكبوت دي حنانك وحبك علشان تقدري تأثري الأسد، لأن رباط الحب بين الزوجين من أول الحاجات اللي لازم يهتموا بيها، وبعد كده بتكون أي حاجة من الحاجات التانية مجرد حاجات ثانوية. يعني بالحب إن شاء الله تقدري تتغلبي على أي حاجة في حياتك. كمان لو فهمتي صفات جوزك وفهمتيها كويس هتقدري تغيري فيه أي صفة وتغيري شخصيته وتصنعي منه إنسان جديد. أصل أحلى حاجة إنكم تحسوا إنكم أنتم الاتنين بتربط بينكم صفات مشتركة تخليكم دايما روح واحدة في جسدين، علشان يربط بينكم أسمى ما في العلاقة الزوجية وهو الحب.
وهقولك بقى دلوقتي عن صفة في الرجل يمكن في كتير قوي مننا بتعذبوا منها، وهي صمت الرجل. دي بقى اللي بتعذب اي ست، مع انك مش عارفة هو ليه ساكت، بس المرأة بتبقى مش بتحب الراجل الساكت عموما يعني. بمناسبة المرأة بقى، انت طبعا ما بتكونيش ساكتة الا اذا كنتي في حالات معينة، اما غضبانة او محبطة او حزينة. بمناسبة سكوتك، انت طبعا كده كده تلاقيكي دايما مش عاجباهم، لانك لو بتعيطي كتير بيقولوا عليكي نكدية، وبتتكلمي كتير بيقولوا عليكي ام لسانين، تسكتي يقولوا عليكي ضعيفة الشخصية، بتخرجي كتير طول النهار في الشارع، بتقعدي في البيت كسلانة لا وراكي شغلة ولا مشغلة، بتاعت سياسة هتودي نفسك في داهية، مقضياها نت هتضيع عينيكي بسبب النت. يعني كده كده دايما مش مقتنعين بأي حاجة بنعملها. ونطلع فاصل ونرجع نكمل. والصبح صفا وتلاقى كل السمار والحلم دنا وأنا يرتعش الوقت بأوصالي فتهادى واملأني سعادة كي أطفئ في صدرك ناري. إني مشتاق يا حبيبي والشوق يبوح بأسراري. يا حبيبي يا حبيبي. ورجعنا لكم بعد الفاصل. لكم مني أجمل الزهور وأعطر الورود. وارجع بيكي تاني بقى لنصك التاني اللي لما بيكون ساكت وعنده حالة من الصمت كده ومش لاقي حاجة يقولها. ببساطة أحب أقولك إن دي حالة طبيعية، وإن طبعا بتحاولي تجري الكلام وتفضلي تسألي وتبقي عايزة تعرفي سر صمته إيه. هو طبعا بيتخنق من الأسئلة وبيعتبرها تحقيق، وإنتي طبعا بتصابي بالحيرة في الوقت ده، لأني مش عارف يقولك ايه، وهو كمان حيران مش عارف يقولك ايه. صمته دوت هو طبيعي، بس انتي تبقي عايزه تعرفي ايه سبب الصمت. يبقى لازم تخرجيه من حاله الصمت دي للكلام من غير ما يحس انك بتدرجيه في الكلام. ادخلي معاه في موضوع بيحبه بطريقه سلسه وناعمه، هتلاقيه بيتجاوب معاكي. لان اللي معظمنا ما يعرفوش ان الراجل بيصاب بدوره عاطفيه شهريه لابد منها، والا اتخنق، وهو كده بيجي بعد فترة يفقد التوازن ويبقى محتاج يعيش مع نفسه، يدخل إلى أعماقه الداخلية كده ويقفل عليه الأبواب ويخش في عالمه الخاص، والويل بقى للي يقرب. وهو ده السر المزاج العصبي. وبعد ما ياخد يومين أو 3 يرجع كله حب وشوق، ويقول جوا نفسه هي عصبية ليه؟ مش لطيفة ليه؟ طبعا في ستات بتتقبل ده وستات لأ، بس أحب أقولك إن كل واحد ليه طاقة، فبلاش تحسي انك اثرتيه جوه زنزانه وانتي السجان. سيبيه على راحته، استقبلي رجوعه ليكي بكل حب وحنان. قدري انه كان لازم ياخد هدنه عزله، وطبعا الكلام ده مش مع كل الرجاله حتى ان كان بيحبك. كمان احب اقولك ان الراجل دايما شديد التركيز على كل حاجه حواليه، ومش بيحب التشويش اللي بيثير اعصابه حتى ان كان بيحبك. يعني بلاش تطلبي الطلب وهو منهمك في اي حاجه حتى لو كانت الحاجه دي تافهه من وجهه نظرك انتي. تعالي بقى أقولك على أهم حاجة كل ست بتدور عليها، وهي إن جوزك يساعدك ويروح معاكي السوق. تلاقيه دايما بيكون عصبي ومستعجل لدرجة إنك ما بتعرفيش تختاري بهدوء، وممكن لا قدر الله ينتهي مشوار السوق ده بخناقة. بس أحب أقولك إن المشكلة في الراجل نفسه مش في مشوار السوق. افتكري إني قلتلك إنه شديد التركيز في نظراته والحاجات الموجودة حواليه، في تفكيره في كلامه، إنما أنتي بتستمتعي بالجو ده انما هو لا. علشان كده انت ممكن تتكلمي في التليفون وتشيلي ابنك وتحضري العشاء
وده بكل سهولة بتقدري تعمليه في وقت واحد. وفي كمان ستات عندها نشاط أكبر ما شاء الله، بتبقى دودة في البيت. إنما هو بيعتبر كل دي حاجات غريبة. فيا عزيزي أنت تجيد فن التعامل، لكن الأهم إنك تحرص استكمال الناقص من فنون التعامل مع زوجتك. ولازم تاخد بالك من غرور المرأة، فهو كوب بغير قاع لا يمتلئ. أصل المرأة نظرتها أعمق، إنما أنت نظرتك أبعد. فبلاش تخلي الحب في حياتنا زي القمر، إنه يبدأ هلال صغير ثم يكتمل ليصبح بدر ثم يتلاشى تدريجيا. وبحذركم من ده طبعا. عارفة إيه أهم حاجة بتخلي بينكم توتر؟ هي تركيز جوزك معاكي وملاحظته في لبسك، طريقة كلامك. لما دايما بيقولك كومنتات على كل حاجة، انت طبعا بتبقي عايزة تغيري نفسك علشان ترضيه، انما هو اي تغيير بالنسبة له تعدي على شخصيته. لانه لو ما حسش بانه مرتاح قوي مع زوجته او في درجة حب كافية، بيبقى فيه خلل في الموضوع يعني. لان الدنيا قلب الرجل، وبيعتبر ان التغيير مسألة حساسة جدا. وطبعا ده اكبر خطأ ممكن ترتكبه العروسة الجديدة كمان في حياتها. لان طبعا انا عارفة كل واحدة يعني اول ما تتجوز تحط في دماغها هغيره ان شاء الله للأحسن. احب اقولك الفتي انتباهه بطريقة الحب مش بالنصيحة، علشان يكون الكلام قريب لقلبه. يعني هديكي مثال بسيط قوي، انك مثلا تقولي انا بحبك قوي لما بتقعد جنبي وانا متضايقة. تعرف شكلك وانت هادي احلى كتير، انت زي القمر. حتى لو ما كانش زي القمر الكذب هنا مباح. انا بحسد نفسي عليك، انت دايما كبير في عيني وبتكبر اكتر لما بتحتويني وتضمني وانا بشكيلك من اي حاجة. بحس اني زي الطفلة. فالمرأة يا عزيزي قيصارة جميلة، جميلة الاوتار. فخليك الفنان الملهم اللي هيسمعنا الالحان العذبة. لكن خد بالك وما تنساش ان المرأة زي النحلة، هي تهبك العسل ولكنها تلسعك. وما اروع الرجل حين يرى في المرأة كبريائها مهما تواضعت امامه. فأنت صيف الحياة، فخليك دايما من يأتي بالنسمات العليلة لتريح النفس. يا عزيزي الأمر بسيط، لأن مراحل عمر قلب المرأة هي بتتقسم في 4 حاجات، هي حب 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 وحنان. فهي شتاء الحياة، تبعث في حياتك الدفء والحب. انتي كمان حاولي تكوني المرأة الذكية اللي 9 عشرها دهاء وال10 الأخرى فتنة. فدائما احرصي أن تعالجي الداء بالدهاء، لأننا عارفين أن المرأة تحب أولا بعينيها وبعد كده قلبها وفي الآخر عقلها. لا، لازم تغيري النظرية دي، هتخلي عقلك يتحكم علشان تحافظي على بيتك وحياتك وعلى شريك الدرب. أنا عارفة أنك بتسلمي قلبك بسهولة وصعب أنك تسترديه، وده مش عيب لشريك حياتك. لكن احنا اتفقنا أنك لازم تكوني ذكية علشان تقدري تخلي بيتك سعيد. وهسيب الباقي عليك انتي بقى. معاكي شوية مفاتيح، حاولي تحافظي على لمة العيلة بكل حب ودفء وحنان، لأنك أعظم مخلوق إذا عرفتي قدر نفسك. اتحلي بالحاجات اللي هتزيدك وهتزيد من إجلالك، زي الأدب والعلم وحسن الخلق. خلي عندك فطنة وسلامة ذوق. مش هقولك بلاش الغيرة علشان دي طبيعة فيك يا حبيبتي. ونطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم. ركبت الصبح تاكسي بكلم في نفسي، ايه الناس دي كلها ايه؟ لكل طلعت نهار بجد مش هزار، بنشكي لبعض على اللي احنا فيه. ندم كترت عيوبنا وحالنا مش عاجبنا، في بعض ما نفكرش ليه. بلدنا زهقت معايرة وتايهين في دايرة، وده اللي وصلنا ليه. حالنا حال لطموحنا بس نجيب عيال، كلنا بنسأل نفس السؤال، ليه ما بنبصش بعيد؟ ليه يا ناس هي مش في بالنا من الأساس؟ دي علم مرفوع في ماتش كاس، حتى ده حلمه بعيد. ورجعنا لكم بعد الفاصل. لكم مني أجمل الزهور وأعطر الورود. وآخر حاجة في حلقتنا النهاردة، أحب أقولك يا عزيزتي تتعيش عشان تكون سعيدة بالحب، إنما الراجل
بيعيش بالحب عشان يكون سعيد بالحياة. علشان كده حاولي تسعدي بالحب وحبي جوزك علشان يسعد معاكي بحياتكم الجديدة. حبي جوزك علشان يشعر بحبك. وفي نهاية حلقتنا يا رب أكون قدرت أوصلك معلومة أو أي حاجة تفيدك في حياتك علشان تبني بيتك ويكون البيت السعيد اللي حطينا فيه أول طوبة مهمة جدا، وهي أنتي وجوزك اللي هنبني عليهم كل حواراتنا وحكاياتنا في أجواء البيت السعيد. وأخيرا نسأل الله أن يوفقنا لما فيه الخير والنجاح. كانت معكم سمرة عبد الوهاب، برنامج البيت السعيد، راديو عامر. مستنية آرائكم واقتراحاتكم على الفيسبوك. والسلام.